في طريق الإسعاف للمستشفى بعد محاولتهم إنقاذ بنت بعد ما وقعت من الدور الرابع، بتتمنى البنت إنها لو عاشت ما تعيش بنفس شخصيتها الضعيفة دي وشكلها اللي عمرها ما تقبلته أبدا، والولد اللي حبته اللي مش مناسب ليها. والحقيقة بنكتشف إنها ما ماتتش ولا حاجة، لكنها فاقت بشخصية تانية جديدة خالص، واحدة مش فاكرة أي حاجة حرفيا. وبتصحى بتلاقي اتنين بيطمنوا عليها في المستشفى وبينادوها بيوميكو، وفرحوا جدا إنها أخيرا صحت. سألتهم هو انتوا مين بالظبط؟ فقالوا لها بكل عصبية يومك وما تهزريش، احنا ابوكي وامك. ولما طلبت منهم مراية قالوا لها انها بتكره المرايات اصلا، وادت لها امها الهاتف تشوف نفسها فيه، وقالت لها ما تكسرهوش زي المرة اللي فاتت. لكن على عكس ما توقعوا فرحت جدا بشكلها، وقالت ان شكلها لطيف جدا لدرجة انهم حسوا انها اتجننت. قال لهم الطبيب ان عندها فقدان ذاكرة بسبب الوقعة، وعشان كده اتغيرت شخصيتها تماما. قال لهم الطبيب انها معجزة اصلا انها تعيش بعد السقوط من الدور الرابع. فرحت يوميكو جدا انها قد ايه محظوظة بسبب انها لسه عايشة، وبتبص على الجانب الايجابي اللي هي فيه، وانها عايشة في عيلة مش لوحدها. ده غير فرحتها جدا بغرفتها اللطيفة، وفضلت تدور على مراية وما لقيتش فعلا زي ما امها قالت. حاولت تخمن انها اكيد ما كانتش بتحب نفسها عشان كده اتخلصت من المرايات، ممكن تكون حاولت تتخلص من نفسها برضو بسبب كده. فتحت هاتفها لقيت كله صور لأكلات، بس لما فتحت ملف اسمه مكان السعيد لقيت صور كلها لنفس الشخص. خبطت عليها أمها وطلبت منها ترجع لشغلها تاني. فرحت يوميكو جدا إن عندها 24 سنة، ووافقت إنها ترجع لشغلها. وبالفعل لبست ملابس جميلة جدا وبدأت تمشي لعملها. لكن المفاجأة إنها بتلاقي نفس الشخص اللي متصور على موبايلها، وكان باين عليه التعب جدا. ولما سألته هل هو يعرفها قبل كده قال لها لأ. فهمت إن يوميكو كانت بتحبه في السر مع نفسها، وفهمت منه انه على طول بيتعب كده في خلال عمله، وبيجيله نوبات تعب وبيجي للحديقة علشان يرتاح حبة. جابت له مية في ايديها من النافورة علشان يشرب، لان مفيش حد بيبيع مشروبات هنا. اتخض جدا وشكرها. قالت له انه لازم ياخد اجازة، وانها كانت هتموت، ولما اخدت اجازة اتحسنت، وانه عنده هالات سودة بسبب قلة النوم، وانه جميل ياريت ما يضيعش جماله على الفاضي. ضحك جدا وقال لها انها مضحكة. اتحرجت جدا يوميكو وسابته ومشت، ونده له شخص وقال له نائب الرئيس انت بخير؟ قال له اه. دخلت يوميكو على زملائها في العمل وقالت لهم اكيد انا قلقتكم عليا، بس انا بخير دلوقتي. والحقيقة ان ما كانش حد قلقان عليها اطلاقا، لا واستغربوها كمان واستغربوا اسلوبها. قابلت بنت شكلها لطيف جدا وسألتها هو في حد يعرفها؟ فقالت لها البنت أكيد عارفينها بس هي اتغيرت كتير جدا. دخل مديرهم وهو مصدوم جدا وبيقول لها انتي لسه عايشة؟ قالت له معلش حضرتك مين؟ لأني فقدت الذاكرة، وإنها محتاجة مساعدتهم علشان ترجع تعرف الشغل مرة تانية. قال لها إنه رئيسها المباشر في العمل مايزونو رئيس قسم التخطيط، لكنها حست ان جسمها بيعرق جدا قدامه. سألتها زميلتها انتي فعلا مش فاكرة اي حاجة؟ قالت لها ولا اي حاجة. فقالت لها خلاص اقعدي واتفرجي على الاجتماع، اصلا انتي كنتي في العادي ما بتتكلميش ابدا. عرفت يوميكو ان اسمها تامي ساكي وانها زميلتها. بدأ الاجتماع وكانت تامي عايزة اي افكار لرقائق البطاطس، ومحدش عارف يجيب اي افكار لانها عادة ما بتترفض، لان الادارة العليا بتنقي افضل الافكار. فحاولت يوميكو تساعدهم لكنها للأسف مش فاكرة اي حاجة. فجأة بتلاقي مفكرة في شنطتها كلها أفكار جديدة وجميلة، وقد إيه يوميكو كانت بتكره نفسها وبتقلل من قدر نفسها جدا. وقفت بسرعة وبدأت تقول لهم أفكارها اللي مدوناها، إن الصيف يعني بطيخ وآيس كريم ومشروبات. فقالوا لها زملائها إيه القرف ده؟ قالت لها تامي إن دي فكرة حلوة جدا وهتلاقي انتشار على مواقع التواصل، وإنها أخيرا كسرت صمتها بفكرة حلوة. ضحك المدير لما سألتهم يوميكو يعني ايه وسائل التواصل الاجتماعي، وكأنه مخبي سر كبير. حست يوميكو قد ايه ان هي مرت بأوقات صعبة جدا، لكنها فرحت جدا بنجاح الاجتماع. بعد الاجتماع بيتصل بيوميكو ضابط شرطة وقال لها بصي اللي حصل لك، لقينا بصمات شخص تاني غيرك، وده معناه ان في حد حاول يتخلص منك. قالت له انها مش فاكرة اي حاجة، فطلب منها تروح لهم ويتكلموا معاها. ضحكت يوميكو وقالت يستحيل حد يعمل فيها كده، وهيكون ايه الدافع يعني؟ ولا ممكن يكونوا في ولدين بيتقاتلوا علشانها؟ فضحكت يوميكو
وبدأت تدخل للمكتب. بتلاقي كل الولاد اللي في الشغل بيحاولوا يعزموا تامي على الغدا. طبعا البنات كلهم متضايقين منها. دخلت فجأة يوميكو عليهم وهي بتشكرها إنها دعمتها في الاجتماع، وكل الولاد بيقولوا على تامي إنها لطيفة وملاك. لكن يوميكو افتكرت الكلام على نفسها، فقررت يوميكو إنها تاخد تامي ويتغدوا سوا، وفعلا راحوا كلهم واتغدوا سوا. وبنلاحظ شراهة يوميكو في الأكل جدا، فقالت لها تامي إنها لو كلت كتير وشها هيبقى زي الدايرة. قالت يوميكو إن البنت بتبقى جميلة لما بتبقى ممتلئة، وكلهم فضلوا يضحكوا. بعدها حست يوميكو إنها من كتر الأكل عايزة تنام. حاولت تعلمها تامي إزاي تفوق نفسها بالطرق التقليدية، وانبهرت يوميكو جدا بمكتب تامي اللي مليان كتب، وقد إيه إنها بتشتغل على نفسها. وقالت لها يوميكو إنها بتنافسها في جمالها، فقالت لها صحيح، ممكن بس ترتبي مكتبك الأول. فجأة بتفتح يوميكو درجها، لقت كمية كبيرة من ملاحظاتها، وعرفت يوميكو تامي إن سبب أفكارها كانت في الاجتماع بسبب الملاحظات دي، وإنها ما كانتش عندها الشجاعة الأول إنها تقولها بسبب عدم ثقتها في نفسها. كان باين على تامي الصدمة، وضحكت ضحكة غريبة جدا. بعدها حضر المدير وقال ليوميكو إن تم قبول فكرتها، وهيتم إطلاق المنتج الجديد، ولازم تستعد تقدم عرضها قدام الإدارة العليا. كان باين على تامي الغضب جدا، لكنها حاولت تداري غضبها، وحست يوميكو إن جسمها دايما بيخاف أول ما بتقابل المدير. سأل المدير تامي هل خلصت المستندات اللي قالها عليها، فقالت له وهتكون جاهزة على الظهر. فقال لها محدش بيعرف يخلصها غيرك. لكن لاحظت يوميكو إن تامي ما كانتش سعيدة بمدحه أبدا. قررت يوميكو إنها تسأل تامي تاني يوم على العرض اللي هتقدمه غدا، وياريت تقابل نفس الشخص اللي شافته تاني، وإنها هتروح تشتري ملابس جديدة ليها. وبالفعل تاني يوم بتقابله في الحديقة، وكان سرحان. سلم عليها وقالت له إنها جابت له المرة دي مية. قال لها شكرا جدا، وإن هو معاه المية بتاعته. سألته هل هو بيجي للحديقة كل يوم، فقال لها أيوة، لأن المكان ده عزيز عليه جدا وبيجي له كل يوم قبل ما بيروح الشغل. فقالت له إنها حاسة إنها تعرفه من زمان، لكن هي مش فاكرة فين لأنها فقدت الذاكرة. زعل علشانها جدا، لكنها قالت له إنها بتحس إن كل يوم ليها زي المغامرة. أعجب بتفكيرها الإيجابي جدا، وقال عليها قوية. قالت له من غير مقدمات كده اللي في قلبها، وإنها بتتمنى تتكلم معاه مرة تانية. فوافق وقال لها إنه بيتمنى يكونوا أصدقاء ويتقابلوا مرة تانية. فرحت يوميكو جدا، وفضلت تفكر في كلامه وهي في شغلها، ومستغربة إنها ما سألتوش على اسمه. بتحضر تامي وبتطلب منها يوميكو إنها تسألها على بعض الحاجات في العرض اللي هي هتقدمه، لكن تامي قالت لها إنها مشغولة جدا وسابتها وطلعت تجري. راحت يوميكو للحمام، سمعت بنتين بيتكلموا إنه إزاي تمت الموافقة على العرض اللي قدمته البنت السمينة دي، وإنها ما قدرتش غير إنها تكون بنت قبيحة وسمينة، بس على الأقل هي أحسن من تامي السيئة. وإنهم سمعوا إن تامي عمرها ما اتقبلت لها فكرة أبدا زي يوميكو بالظبط، وإنهم حاطين تامي في قسم التخطيط عشان مجرد وجه جميل، وبيتمنوا إنها تتجوز وتسيب الشغل. طلعت لهم يوميكو وقالت لهم بكل غضب أنا أسفة، ما أقصدش إن أنا أتدخل. أنا عارفة إن تامي ليها شعبية، وإن جميع الشباب بيحبوها هنا جدا، وإن مظهرها جميل وشغلها أجمل، وإنها متفهمة شكلها وجسدها كويس جدا، وبيتمنى يكون عندهم صفات كويسة وجيدة برضو. بتظهر تامي وبتقول لنفسها وهي سامعة الحوار ليه يوميكو ظهرت من تاني. هي مفكرة نفسها مين بالظبط؟ كانت مجرد بنت سمينة هادية وكئيبة، كان المفروض تفضل كده على طول. قررت يوميكو إنها تحاول تساعد نفسها من غير ما تسأل تامي، وفجأة بتفتح الدرج اللي فيه ملاحظاتها، والمفاجأة إنها ما بتلاقيش الملاحظات أصلا، كلها اختفت. يا ترى مين اللي عمل كده؟ وإيه قصده بإن هو يعمل كده؟ كل ده هنعرفه في المرة الجاية.